أول حاجة معانا وهنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله نقد التصميمات زي ما إحنا متعودين، ده الفيديو بتاعنا اللي إحنا بندي للناس تاسك والناس بتعمله ونيجي بنتجمع كده مع بعض، بنبتدي إن إحنا كل واحد يقول رأيه في التصميمات، نشوف التعديلات اللي ممكن تظبط التصميم أكتر، زي يعني الناس اللي متابعانا قبل كده أو الناس اللي معانا أول مرة أو الناس اللي معانا قديمة عارفين الوضع بتاعنا. فإحنا معانا النهاردة تقريبًا 1، 2، 3، 4، 5 تصميمات، كنا طالبين تصميم غلاف كتاب أو رواية أو حتى ملزمة من تأليفك أنت، تمام. أنا شايف تصميمات ما شاء الله الناس يعني إيديها جايباها أو إيديها جاية في التصميمات المطبوعات أكتر من تصميمات السوشيال وكده، فتصميمات ما شاء الله كويسة. هنبتدي إن إحنا نتفرج عليها واحدة واحدة كده ونشوف الدنيا فيها عاملة إيه. أول حاجة نبتدي بيها بس خلي حبيبة في الآخر لأن إحنا منزلينها آخر حاجة. ممكن نبتدي هنا غلاف الرواية دي، ده الموك اب وده موك اب تاني وده التصميم الأساسي. أنا عجباني، حلوة أوي. عجباني أوي بصراحة، يعني أنا مقابلها ما عنديش فيها تعديل بصراحة. طيب يا شباب اللي عنده تعليق يقوله في التصميم ده. ممكن التكست اللي ورا بس يتكتب بخط النسخ يعني ديت بحسها حاجة شايعة بس مش أكتر. ماشي. يعني ما يتكتبش بخط ارتستيك بس هو حلو يعني حتى لو كده حلو حتى بصراحة لو هو اتساب التصميم ما كده شاء حلو. الله جميل. اه. تمام. طيب أنا مشكلتي في كلمة رواية مكتوبة فوق أيوه. وعبر القلب متسابة تحت لوحدها. هي حاجة فنية برضو الكلام اللي في الظهر ده المفروض يتوسطن هو جاي على حادف شمال شوية بس برضو يعني. تمام. حلوة أوي الملاحظات دي. وتزرعه داخلك آخر الفقرة دي متعمدة ليه تصغرها ولا؟ تمام. يعني عمومًا هو كل التعليقات اللي اتقالت لحد دلوقتي محاذاة باراجراف، كلمة صغيرة، كلمة رواية اللي متسابة فوق، بس. إنما كتصميم لأ، أنا بصراحة عاجبني الfont حلو أوي، التصميم ما شاء الله حلو، ألوانه متناسقة، الدنيا تمام فيه. لمّا نيجي بقى نبتدي إن إحنا ناخد هو المشكلة أنتِ مش حاطاه BSD يا هند، أنا مش عارف أشوف تفاصيله أوي، بس لمّا نيجي ناخد التفاصيل بقى في تصميم الكتب عمومًا، فممكن إن أنتِ تراجعي عليها لو حابة إن أنتِ تنفذيها فعلًا في يوم من الأيام يعني، أو لو حابة أو الرواية دي أنتِ طبعتيها أو هتطبعيها. طيب ندخل في التصميم اللي بعده. هو جميل برضو بصراحة ما شاء الله. جميل برضه ما شاء الله، ما فيش تعليقات؟ الستايل ده بحبه أكتر حاجة أصلا اللي هي الحاجات الفينتج والألوان الهادية قوي دي. أنا كنت مفكرها بتاعتِك أصلًا. لا مش بتاعتي. طيب. لازمة المربع أو الريكتانجل اللي هي حاطة فيه الكلام ده كان إيه؟ عشان بس تعمل تباين للكلام، يعني الكلام يبان أكتر، لأن هو لو اتحط على الخلفية كده ممكن يعني ما يبانش شوية، يا ريت التصميم ده يكون معانا PSD. خلينا نفتحه كده ونشوف الدنيا. طب لحد ما نفتحه الناس تقول برضو تعليقات. الفراغ اللي فوق على الشمال جنب الصورة بتاعت الفراغ اللي الشخص. فوق ماشي تمام. هي الحتة بس بتاعت الفقرة اللي في ظهر الكتاب، مم. حاسس اللي هي المفروض كنت تبقى الاينمنت شوية يعني، حلو. لأن أواخر الكلمات بس، تمام. الجمل. طيب التصميم اتفتح معانا على الفوتوشوب، ما تيجي كده يعني نبتدي ان احنا نفتكس فيه. معلش هو التصميم ده بتاع مين بس الأول؟ بتاعي طيب تمام. بص هو انا بصراحة انا عملته في الاول بس جيت في الاخر ما لقيتش وقت ان انا اظبط الكتابة وكده. بس خلاص. ان انا رافعاه فوق يعني انا كنت قصدي اعمله كده. مم. ان انا شفت كذا رواية يعني مش شرط ان الكتابة تبقى في الوسط او يبقى فيه فوق وتحت. احنا وبالنسبة قدامنا التصميم للالاين ده بتاعه كانت ما لحقتش اعمله يعني ما لحقتش زي الفل. طب ما تيجي هقول لك على حاجه، ما احنا هنجرب دلوقتي ان احنا نعمل له الاينمنت. مش جايز الالاينمنت اللي انت عاملاه ماشي تمام. دلوقتي يبقى احسن من اللي احنا هنعمله؟ جايز كل شيء جايز. جايز. طيب انا ممكن اجيب طبعا. مثلا صوره الشخص دي احطها في تمام. النص هنا، وانا خايف ان ده يكون حد مشهور بس وانا عمال بغلط فيه كده يعني. هو كاتب هو روائي يعني مشهور طبعا مشهور بس هو يعني اسمه جزائري ايه فمش طيب؟ مشهور هنا أوي. اسمه وسيم الأعرج. طيب انا عملت الالاينمنت في المنتصف كده، هو ده اسمه؟ ثواني كده. انا اسمه ده, اسمه ده انا وسيم كنت الأعرج. والله العظيم كنت مفكرها هو اسم من الروايه. الجزائر فعشان كده اسمه مختلف يعني. ماشي. لا اسم الرواية الطبق الياباني. طيب تعالَ هنا كده هنخلّي الalignment كده، وممكن الكلام اللي على الكعب ده مش عارف، بس أنا كبير أوي، فممكن إن أنا أصغّره شوية، يعني control T كده، وهابتدي إن أنا هاصغّر فيه شوية كده،
تمام، وهاشده كده اخليه في المنتصف. تمام، وهبتدي اعمل سبيس بس كده. انا صغرت الجزء ده كده. كفايه كده على الروايه دي. الحاجه الوحيده بس اللي انا ممكن اعلق عليها بعد الالاينمنت والحاجات اللي احنا ظبطناها دي، الجزء ده زي ما انتوا اقترحتوا ممكن ان احنا نضيف عليه بس دار النشر، او نملى الجزء ده بايا كان، او ممكن نسيبه كده خلاص. هو برضو الحتة ديت يعني برضو في فنيات الطباعة مثلا ممكن الحتة الفاتحة ديت تروح يمين ولا شمال، فهي ممكن تاخد نفس اللون وخلاص، عشان لو حصل فرق في الريجة يعني ما بالظبط، الحتة ده اللي البيضاء انا دي ما كنت تروحش لسه الناحية اقوله. التانية. بس دي حاجة فنية مش أكتر يعني. في الريجة يعني ما يدخلش الحتة البيضاء دي على جنب، يبقى مثلا نفس اللون، بحيث لو دخلت على جنب ما يبانش فرق قوي. تمام، ده اللي انا كنت هقوله برضو. زي الفل. عايزين نسيف التصميم ده عشان لو سلمى احتاجته نخليه لوحده. وده تقريبا تعديل على التصميم الأساسي بتاع الرواية، مش كده؟ مم. اللي بعده. هو ده بروشور يا باشمهندس، يعني يعني بيتكلم عن الحضانة، بروشور تعريف الحضانة، فده الجزء الداخلي، وفي التاني الجزء الخارجي، يعني أنا بعت الاتنين. هو انت اللي عاملاه؟ فده أنا اللي عاملة ده. مم. هو كان حاجة أنا منفذاها أصلا قبل كده يعني. تمام. فده من جوه، الصورة التانية بقى من بره. أيوة ده من بره. الصورة التانية من بره، حلو. انا الجزء اللي بره ده عاجبني بصراحة. الجزء اللي جوه مش عارف، مش مرتاح له كده. اللي جوه كلامه كتير، فبرضه عايز مش برضه يتنسق. إحساس جدا نفس الحوار. مم. تمام، بس كنا ممكن ننسقها بطريقة احسن من كده. انا بالنسبة لي الداتا اللي جوه دي محتاجة تتنسق بس شوية، تصغر شوية، ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي، هتظبط. الجزء اللي جوه بقى اسراء عايز يتظبط. اللي بره ده زي الفل. تمام، الفونت بس تمام. كلاسيك قوي على الجزء بتاع الحضانة. كنا ممكن نجيبه فونت فيه لعب شوية. تمام يا ايا كان باشمهندس. او ايا كان البروشور، هو موجه للاباء اكتر من الاطفال. بس داتا اصلا مكتوبه فونت كلاسيك قوي او فونت فورمال قوي. محتاج ان انا ادلعها شويه. ممكن ندلعها عن طريق ايه؟ ان انا هروح اجيب فونت تكون فيها كيرف او فيها لعب شويه. الفونتات اللي هي تحمل مسمى الدودل. اكتبي كده على جوجل عادي دودل فونت، DOODLE، وبعدها فونت هيطلع لك فونتات كتيرة بالانجليزي تقدري تكتبي بيها الحاجة اللي زي كده. الكفر اللي بعد كده بتاع مين ده طيب؟ بتاعي. انا تمام. قلت اجرب ستايل تاني يعني، نعم. قلت اجرب ستايل تاني، ما لحقتش برضو اظبط الالاينمنت وكده. هو ده عجبني برضو بصراحة. مش حاسس في حاجة. الوش جميل جدا بصراحة. هو كان ممكن يكون مش شرط في المنتصف الباك أقصد بتاعها يعني. على الدوران بتاع وش الشخص، كانت تبقى مور ارتستيك يعني. ده في حالة ان هو ظاهر كامل. في حالة ان يعني هو برضه مش كانت. معمول له بستي كده، كنت ممكن برضو اظبطها اوكي. بالمنظر ده عادي، قشطة. مم. الالوان حلوه قوي برضو. الحاجه اللي انا اعلق عليها هنا الكعب، كنت ممكن ادمجه مع الوش والظهر بحيث ان انا اتفادى موضوع اللي هو الكعب يتزحزح مني سنه كده. طيب، حد عنده رأي تاني؟ تمام، تسلم ايدك يا سلمى بصراحه. الروايتين 10/10. الوانك حلوه الف قوي، شكر. واستخدام الخطوط حلو قوي. الف شكر والله، ربنا يكرمك يا رب. طيب، كانت دي التصميمات اللي معانا في الفيديو بتاع نقد التصميمات. كان في منها الكويس جدا وفي منها إلى حد ما متوسط. التصميمات كلها ما شاء الله يعني فيها مجهود. أتمنى إن الناس بعد كده تشارك معانا أكتر وأكتر في الجزء ده. برضو الناس اللي معانا في الميتنج أو الناس اللي بتتفرج علينا سواء على اليوتيوب أو في أي حتة تانية، لو حد حابب يشارك معانا، احنا كل يوم بيبقى او كل مرة بيبقى معانا حد
ما شاء الله يعني الدنيا بتزيد أكتر وأكتر، الآراء بتبقى مختلفة، والاختلاف ده اللي بيخلّينا نطلّع حاجة كويسة. زي ما قُلنا أتمنى إن الناس تشارك معانا أكتر وأكتر، في الفيديو اللي بينزل على اليوتيوب أنا باسيب link للجروب وlink للpage الخاصة بالقناة، فلو حد حابب ينضم لينا يا ريت يكلمني ويدخل معانا، يشاركنا بخبرته حتى لو كان متوسط مبتدئ أو حتى محترف. كده الفيديو بتاعنا خلص، وإن شاء الله في فيديوهات جاية هتكون معانا تصميمات أكتر وأكتر.